نطلع الصوره الثانيه عشان كابتن حلمي يقول لنا تعليق عليها. اولا ادي له التحيه الاول راجل الناس بتتهمه اشرف من الشرف ووطني اكتر من اي مخلوق في الدنيا، وانا بادي له التحيه بس الاول. طيب يعني ده يعني شخصيه لن تعوض في مصر، لن تعوض ولن يعوضها التاريخ. سياده المشير طنطاوي راجل وطني من طراز فريد. كوطن ولا كرياضه؟ كوطن. كوطن يعني يعني حاجات صغيره كده يا كابتن تطلع تبين لك الراجل ده ايه. زي ايه كده؟ حريص على كده؟ حريص ازاي على على شواهد كده. يعني مثلا اول ما توليت الفرقه بتاعت حرس الحدود 2003 قلت له انا عايز لعيبه وعايز. قال لي بقول لك ايه، اوعى تفتكر ان انا هاخد مليم من فلوس القوات المسلحه عشان اجيب لك لعيبه. فلوس القوات المسلحه ده انت بتاخد فلوسك من دور القوات المسلحه من الفوائد، جزء من الفوائد بتاعت القوات المسلحه وتشتغل على هذا الاساس وتشتغل على الجزء اللي انا هديهولك بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما اخدت مركز ثالث مع حرس الحدود طلبت منه ان احنا نعمل عمره. ممكن سياده المشير يطلعني في طياره مدنيه. نعم. لا ده طلعني في طياره عسكريه. لا بتاخد 700 ساعه. لا غير كده. ويكلم قائد القوات الجويه يقول له شوف الطياره دي ليها خط سير، ليها مجهود في السعوديه عشان تاخد حرس الحدود. يعني تكون مسافره اصلا السعوديه ما تطلعش مخصوص. طب دي حاجات بسيطه كده بتبين لك النوعيه دي ايه، الراجل ده ايه، الراجل ده ايه. حاجه يعني حرص لو رشح نفسه رئيس جمهوريه ممكن تنتخبه؟ والله انا يعني لو هو انا انتخبه ده انا اقف معاه بعنايه.